بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك لمنتخب مصر، مبروك لمنتخب مصر الفوز على نيوزيلندا 3-1 والتصدر. يا بيه أنا متصدر، أنا متصدر لا تكلمني. أنا متصدر مجموعتي بعد الجولة التانية. أنا منتخب مصر بيقدم ملحمة قدام منتخب نيوزيلندا، وأوعى تقلل من منتخب نيوزيلندا خالص خالص. منتخب نيوزيلندا ده أكتر منتخب أنا كنت خايف منه بصراحة ربنا. وكنت محق في بداية المباراة. فعلا منتخب نيوزيلندا أحسن في كل حاجة. هم جروك ل جيم التحام، جيم سريع وسربعوك. بدأت المباراة بنفس التشكيل بالظبط اللي بتاع منتخب بلجيكا: شوبير، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، هاني فتوح. نص الملعب مروان ومهند لاشين. قدامهم إمام عاشور، صلاح مرموش، وزيكو. منتخب نيوزيلندا من المنتخبات اللي ما عندهاش كورة، بس رخم في التحاماته، رخم في افتكاكه للكرة، رخم في ضغطه، رخم ان اللعيبه رزلك لزجه، وبتلعب معاك مش مدياك اي مساحه ولا مدياك اي فرصه انك تستلم حتى كوره. وهو ده باين في اول المباراه، باين ان هم بيلعبوا على الاطوال، على الكور العاليه، واحنا في فرق اطوال. والمباراه دي كانت محتاجه رامي ربيعه وحسام عبد المجيد. وسيبك طبعا من اللي حصل لحسام عبد المجيد في الاخر، ده هنجيله. ولكن انت كنت محتاج اطوال عشان تقدر انك انت تجاري الكور العاليه. وفعلا بعد اول 10 دقايق تقريبا بيجي فيك جول فطيس، اللي هو كرة اصلا ملعوبه وبتتلعب ناحيه اليمين، يمينك يعني شمالهم. محمد هاني لا مغطي ولا اي حاجه، بتتلعب ركنيه. ركنيه. محد يعني سايبين اطول واحد مع احمد فتوح، اللي هو ما بيوجدش اصلا العاب الهواء او الادوار الدفاعيه. بيطلع طبعا الراجل برج عالي طالع، بيركب الكرة ويحط الجول الأولاني. والشك بيدخل لنا كلنا نتيجة إن أنت حاسس إن اللعيبة نازلة متلخبطة، مش عارفة بتعمل إيه. ومنتخب نيوزيلندا حتى بعدها بدأ يضغط عليك في المناطق الأمامية ويغلطك. ونتيجة كده محمد هاني عمل عرضية بالغلط. يعني هو ما تفهمش، كان عايز يضرب الكرة في لعيب نيوزيلندا، فقلشت منه جت بالعرض، تيجي لمهاجم نيوزيلندا اللي بيحطها في الزاوية الضيقة. ولكن شوبير نجم المباراة، نجم المباراة مصطفى شوبير بيشيل الكرة من الزاوية الضيقة. وهنا شوبير عايش المباراة، شوبير ما اهتزش مع اهتزاز اللعيبة كلها، وبتطلع ركنية. منتخب نيوزيلندا بيواصل الضغط وبيواصل ان هو بيحاول يغلطك وبيحاول ان هو يضغطك. في المقابل تحس ان انت ملعبك ما كانش مظبوط قوي. ليه؟ لان الكره كانت عامله زي ورق الحكومه اللي لازم يعدي على كل الموظفين. يعني الكره تلعب من شوبير لياسر لحمدي لهاني لحمدي لياسر لفتوح، يلعبها لمهند لمروان، وتلف وتروح وتيجي، ومضيع وقت كتير قوي في التحضير. او ان احنا بنشعلق الكره عاليه، طبعا هي بتفقد بسهولة شديدة. جات لك كور كتير جدا على ال 18. أول كرة كانت خطر من عمر مرموش، اللي لعبها من بره 18 تسديدة، ولكن كانت في متناول حارس نيوزيلندا. على الناحية التانية نيوزيلندا قادرة إنها تضغط، قادرة إنها ترزل عليك في الكورة، ترزل عليك في الجيم. بتلعبك جيم أنت مش قده، مش قادر إنك أنت تجاريهم في القوة والالتحام البدني. إمام عاشور بيبتدي ياخد فاولات من على ال 18. يمكن بقى بدأ هنا بقى منتخب مصر يدخل واحدة واحدة في الجيم، بس متأخر شوية. تتصلح الكورة لمحمد صلاح بيلعبها بره الحيطة وبتيجي جنب القايم. بدأ يبقى لينا شكل. وأخطر كورة كانت لإمام عاشور في نهاية الشوط الأولاني، بتلعب الكورة بالعرض، بيدخل على حدود 6 ياردة، بيقلشها وبتطلع كورة ضربة مرمى. وهنا بدأنا نحس إن إحنا لأ عندنا، لأ قريبين، لأ ينفع، لأ ما مش خسارة، مش خسارة إن إحنا نحاول مرة واتنين ما نرميش الفوطة. بيخلص الشوط الأولاني 1-0 في سيناريو هو الأسوأ. الأسوأ ليه؟ لأن أنت حاسس إن الفرقة اللي قدامك ما عندهاش، بس أنت مش عارف.
يعني هم ما عندهمش، وأنت مش عارف في نفس الوقت، مش عارف تعمل إيه. تلعب كورة بالعرض، طب ما هم أطوال، تلعب كورة على الأرض هيفتكها منك. الحل الوحيد كان في التصويب في الشوط الأولاني من وجهة نظري. الشوط التاني بيبتدي مفيش تغيير غير بس حمدي فتحي اللي خرج مصاب من الشوط الأولاني ونزل رامي ربيعة. نيوزيلندا سابت لك الكرة تماما. انت بدأت تروح، بدأ يبقى ليك فرص عن طريق زيكو اللي شاطها وتخبط في المدافع، ودي كانت اخطر كرة تترد بالكرة لمنتخب نيوزيلندا. الكرة بتلعب يعني كرة طويلة، وكان في تحرك من ورا الدفاع. اللعيب بيلعبها بظهر دماغه، وكانت هتسقط لولا يقظة مصطفى شوبير. وده بقول لك ده مان اوف ذا ماتش ليه؟ لان توقيتات تدخلاته في الكور او الصد اللي صده كانت توقيتات تخرجك من الجيم تماما. يعني تخيل الكوره اللي بتاع الشوط الاولاني لو كانت جت فيه كان 2-0. الكوره دي قبل الجول بتاعنا مباشره كان 2-0. ففعلا من منتخب نيوزيلندا مش منتخب هين ولا منتخب اهبل، لا منتخب تقيل يا جماعه. منتخب فيه حاجه بيقدمها، بيعتمد على شيء وبيقدر انه يخطف، ويقدر انه يغلطك، ويقدر انه يخلص الماتش. ولو كانت 2-0 ما كنتش هترجع. فهنا في تألق لازم نبروزه لمصطفى شوبير بصراحه. الجول الاولاني بيجي عن طريق كرة عرضية ولا أحسن من محمد هاني. أحسن عرضية شفتها محمد هاني من فترة طويلة جدا. بيلعب كرة عرضية نموذجية، بيدخل مصطفى زيكو من على حدود 6 ياردة في نص الجول. طبعا هي صعبة جدا على الجول لأنها جاية في الزاوية اللي هو واقف فيها، وجاية فوق دماغه وجاية بقوة وجاية مباغتة. فكان صعب جدا نتعامل معاها. تيجي هدف تعادل لمنتخب مصر. ومصطفى زيكو بصراحة شديدة لعيب مجتهد ولعيب يستاهل، وشابوه لكابتن حسام اللي قدر انه يراهن على لعيبه حتى الان ما خذلتوش. بنصدق نفسنا وبنضغط مره تانية عندنا لا تحس ان هو حتى مصطفى زيكو فرح طبعا بشكل يعني جامد جدا. فاللعيبه لا عايزه تفوقه وعايزه ترجعه. لا احنا لسه، لا نقدر، لا نكسب، دي فرصه. لان منتخب نيوزيلندا بعد ما استقبل جول التعادل بدا انه يطلع، بس بدا يطلع طلوع عشوائي. هنا اتخلقت المساحات اللي انت كنت بتدور عليها في الشوط الاولاني. من هجمه منظمه برضو، محمد صلاح بيبص لزيكو، وزيكو بيلعبها محمد صلاح بيصلحها كده لصلاح، بيحطها على الارض ارضيه. الجول التاني لمنتخب مصر محمد صلاح اللاعب الاسطوره اللي بيكتب تاريخ جديد مع منتخب مصر بصرف النظر عن قناعاتي على أدائه الشخصي. ولكن هو عمل رقم قياسي إنه اللعيب المصري الوحيد اللي مسجل 3 أهداف في كأس العالم، هدفين في كأس العالم روسيا 2018 وهدف في كأس العالم 26. مسجل 3 أهداف وفي كأسين عالم. ده اللاعب الأسطوري محمد صلاح بتاعنا بصرف النظر عن قناعاتي الشخصية بأدائه، لأن أنا مش مقتنع إن هو بيؤدي مع منتخب مصر. بس رقميا هو عمل ريكورد قياسي. بنبتدي نركب الجيم وندلدل كمان وكمان. بتسيطر على كل حاجة في الملعب، بتلعب لعبك، بتهدي بتموت اللعب، وفي نفس الوقت انت قادر تستحوذ على الكرة بشكل سلس وسهل وبسيط، وتحركات من غير كرة، ونقل الكرة من اليمين للشمال. وبدأ بقى هنا باكاتك تفوق، فتوح يفوق، هاني يفوق، الناس كلها تبتدي تفوق معاك. محمد هاني الشوط الاولاني حماده، والشوط التاني حماده تاني خالص خالص. لعيب اتحول، لعيب اتحول تماما من لعيب بطيء مرتبك، مش بيغطي، مش بيزيد، مش بيعمل كروسات. لعيب عنده كماليات الكرة كلها. يجي الجول الطارئ يجي الجول الثالث بعد تغييره لتريزيجيه. يعني تريزيجيه وحمزة عبد الكريم بينزلوا عشان برضو تخف، او بمعنى صح تضغط منتخب نيوزيلندا شوية بتمركزات حمزة مكان مرموش، ومكان إمام عاشور. مرموش وإمام عاشور بيطلعوا، بينزل تريزيجيه اللي مع بعد أول دقيقتين 3 من نزوله بتيجي ركنية لمنتخب مصر بيلعب محمد صلاح في ارتفاع صعب جدا. تحس ان الارتفاع المتر ده، لان هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت تعرف تلعبها، بيدخل من على القريبة. تريزيجيه بيحطها بشكل ممتاز، وبيكلل جهوده مش في البطولة دي، بيكلل جهوده مع منتخب مصر على مدار تاريخه.
يعني جول تريزيجيه النهارده هو مكافأة ربنا ليه على مجهوده من ساعة ما طلع لحد النهارده. الراجل ده بيدي لمنتخب مصر بإخلاص، بيدي لمنتخب مصر اللي يملكه، مش بيبخل بنقطة عرق على منتخب مصر. اتفقنا اختلفنا على أدائه، على بعض من العيوب اللي هي خلاص انت متأخر قوي انك انت تعالجها، او متأخر قوي حتى ان هو يستوعبها، ولكن بتصبح نتيجة 3-0، 3-1. خلاص انت نظريا كسبان. نيوزيلندا رمت الفوطة، ما في تصدي خيالي برضو لمصطفى شوبير في الوقت البدل الضايع. وده بيبين لك ان الجول ده عايش الماتش، عايش الماتش. ده غير طبعا تدخلاته في كور عرضيه كتيره، ده غير خروجه في اوقات كتير جدا لكور بينقذها. حتى في كره انقذها برجله كده، طلع بره ال 18، كانت كره طويله طلعها برجله. وده الحارس اللي يقدر ان انت يريحك ويحسسك ان انت ما عندكش مشاكل، برغم ان انت ساعات بيبقى عندك مشاكل. الماتش بيتحول لوان سايد جيم لمنتخب مصر، بيسيره زي ما هو عايز. خلاص بقى تغييرات للاستهلاك. حسام عبد المجيد وزيزو التغيير الخامس. زيزو بتجيله انفراد صريح برأس الجول، بس عشان هو ما عندوش ثقة انه يحطها بشماله بيعدل ولسه هيتدنجل عشان يحطها بيمينه، بتضيع طبعا. وهو طبعا دي الكرة دي ممكن تطلعه بره البطولة أو تطلعه عن تركيزه بره البطولة تماما. وكانت فرصة تاريخية لمنتخب مصر إنه يعمل سكور تاريخي بصراحة على نيوزيلندا، ولكن يعني تمام أوكي. 3-1. المنتخب مش تعبان، أنا مش شايف إنه تعبان، أنا شايف إن أنت قدرت تلعب على بعض التفاصيل في الشوط التاني. وشايف إن لولا الحالة بتاعة مصطفى شوبير أنت كان زمان الوضع مزري، مزري صدقني والله. يعني أنت لو كان جه فيك جول الشوط التاني أو أول سوري الشوط الأولاني أو أول الشوط التاني، لا أنت كنت تخسر جيم مستريح. ولكن وجودك في المباراة وفوزك بيها بعد ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأسباب. السبب الأول والرئيسي هو مصطفى شوبير. خلصنا المباراة 4 بونت، متصدر، فرصتك للصعود بتوصل ل 90% انك انت هتوصل اقل تقدير تاني احسن توالت، ولا تعرف ده لو ما كنتش هتتصدر تكسب ايران او تتعادل. يعني مش صعب منتخب ايران النهارده اللي بيتعادل مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي هو يعتبر ما جاش البطوله. يعني انت متخيل منتخب بلجيكا ممكن يتعادل بالاداء اللي احنا شفناه ده مع منتخب نيوزيلندا؟ يبقوا وانت تتعادل مع ايران تبقى 5-3-3-2. الموضوع يعني انت فرصك في الصعود بتزيد، وفرصك انك تقابل منتخب نوعا ما يعني هادي في دور ال 32 بتزيد. الاهم ان احنا نقفل على نفسنا ونواصل التركيز، وما يحصلناش العبث اللي حصل في اول ربع ساعة من الشوط الاولاني النهارده. مش خسارة ابدا ان الواحد شقلب يومه، مش خسارة ابدا ان الواحد يعني لخبط نظامه وحياته ودنيته عشان منتخب مصر النهارده. فعلا حاجة ما بتحصلش غير كل فين وفين. مبروك منتخب مصر، عشنا وشفنا نهاية أسطورة كابتن مجدي عبد الغني. نشوفكم إن شاء الله على خير في مباريات لاحقة. صباح الخير، السلام عليكم.